ما زالت أزمة قطاع التعليم متواصلة، ولا يبدو أن هناك حلا يلوح في الأفق، إذ المعركة متواصلة وشد الحبل متواصل، ولا يظهر أن هناك جهة تسعى للحل أبدا، رغم أن القضية تتعلق بالتعليم، وهو القطاع الذي بواسطته يدخل الشباب المراحل الجديدة. فالاتجاه نحو سنة بيضاء أصبح احتمالا واردا، بما يعني ضياع ملايين بل ملايير الساعات من التدريس. وهنا ينبغي إلا ننسى أن ما سيضيع هو جزء من تاريخ المغرب، ومهما تكن جودة التعليم في المغرب ومستواه، فإن سنة بيضاء يعني سنة من التخلف عن الواقع، وهي ردة كبرى في تاريخ البشرية، باعتبار التعليم بوابة الانخراط في الراهن والمستقبل، بدل أن نبقى رهائن الماضي. فمن المسؤول عن استمرار الأزمة في قطاع التعليم، وما كدنا نستبشر خيرا بالاتفاق الذي تم مع إحدى النقابات الراديكالية بحضور التنسيقيات، حتى عدنا إلى خطاب التهديد والوعيد، حيث قال رئيس الحكومة إنه لا يمكن الحوار مع المضربين، كما لا يمكن اتخاذ التلاميذ رهائن. استعمال لغة الحرب لا تليق برئيس حكومة، دوره إيجاد حلول للأزمات وليس تدبير الشأن اليومي الذي يمكن أن تقوم به أي شركة مناولة. إذا كان رئيس الحكومة يتهم التنسيقيات بجعل التلاميذ رهائن، فإن الحكومة جعلتهم أسرى حوب غير معلنة، يعلم الله وحده مداها، ويعلم الله وحده من ناه.